السلام عليكم. يا أهلا بكل حبايبي. النهاردة هنعمل مع بعض ملك العزومات، الرز المعمر. هعرفكم السر اللي يخلي الرز مفلفل ومش معجن. وصفة سهلة وبسيطة وفيها بركة زمان من مطبخ ست الحبايب أمي هدى الله يرحمها. المقادير: معانا قشطة بلدي أو وش اللبن، معانا سمنة بلدي وينفع زبدة، رشة ملح ورشة سكر عشان نوازن الطعم، وكوباية رز مصري مغسول كويس ومتصفي، لبن بلدي كامل الدسم. نروح بقى للطريقة. الموضوع سهل وبسيط جدا يا جماعة والله، بس هو عايز تركيز وكمان نبقى عارفين ايه المقادير اللي بنستخدمها، وما نأفورش بالزيادة ولا بالنقص، وان شاء الله هتطلع وصفة مظبوطة. يلا بينا. اول حاجة هنحط الرز في الطاجن زي ما حضراتكم شايفين كده، مش كتير، لحد النص، ونزود الباقي لبن. وبعد كده هنحط رشة الملح، رشة بسيطة يعني، ورشة سكر علشان بس نوازن الطعم بينهم هما الاتنين، والسمنة على الوش علشان تدينا اللون الذهبي الخطير اللي بنشوفه دايما في المطاعم الكبيرة. وبعد كده هندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة، أو زي ما وقت الفرن بتاعك يسويه. بس أهم ملحوظة لازم أقول عليها: وانتي بتحطي الطاجن في الفرن ممكن تحطيه في صينية ألمونيوم، وتحطي معاه مية مغلية في الصينية، وتحطي الطاجن جوه الصينية علشان يستوي أسرع ويكون أفضل بكتير. بعد ما يطلع بقى نحط القشطة على الوش. هي مش مهمة في الوصفة، بس هي بتودي الطعم في حتة تالتة يا جماعة، بجد. ونختم بقى بكلمة تيتا هدى الجميلة: مطرح ما يسري يمري ويأسس ويبني، صحة وعافية وجمال. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يا رب الطريقة تكون عجبتكم، يا رب الطريقة تكون عجبتكم. وفضلا لا تنسوا أمي من صالح دعائكم بالرحمة والمغفرة. مع السلامة.